صباح الخير، تحياتي مداخلة بعنوان أضواء على فلسفة التربية والتعليم. مقدمة: إن فلسفة التربية تهتم في المقام الأول بطبيعة التربية وأهدافها ووسائلها، كما تهتم أيضا بطبيعة وبنية النظرية التربوية ومكانتها في تلك البنية. من الأفضل أن ننظر إلى النظرية التربوية باعتبارها نوعا من النظرية العملية التي من شأنها أن تقدم لنا إرشادات مفيدة في كل جانب من جوانب الممارسة التربوية. من شأن هذه الإرشادات أن تركز على شرح معمق وواضح للأهداف التربوية والأبعاد الأخلاقية والسياسية للتربية، فضلا عن المفاهيم والمعرفة الكافية بالتدريس والتعلم والتقييم وبنية وديناميكية النظم التربوية والاجتماعية وأدوار أصحاب المصلحة المعنيين آه، بطرق معينة، معنيين بالعملية التربوية وما إلى ذلك. وكثير ما يتناول فلاسفة التربية قضايا التربوية من وجهة نظر فروع فلسفية أخرى، ويساهمون بطرق متنوعة في المشروع الأكبر غير المكتمل المتمثل في النظرية التربوية. فهي دائما وأبدا مسار غير مكتمل وفي حاجة إلى تعديل وتطوير وتطعيم وإثراء. ولذلك نتحدث عن تاريخ النظرية التربوية وليست مقدمات جاهزة ومنتهية الصلاحية. أن هذه المساهمات يمكن تقسيمها إلى أعمال تتناول طبيعة التعليم وأهدافه والأبعاد المعيارية لأساليب وظروف التعليم والأسس المفاهيمية والمنهجية لأساليبه وظروفه، إما بشكل مباشر أو من خلال العمل على أشكال أخرى من البحث تعتمد عليها نظرية التعليم. وقد اقترح التحليل الفلسفي والحجج نقدية مرافقة له أهداف معينة باعتبارها أساسية للتعليم، كما اقترحت حركات وفروع فلسفية مختلفة من الفلسفة الماركسية إلى الفلسفة الوجودية إلى الإبستيمولوجيا ونظرية المعرفة والأخلاق أهدافا، وفي كل حالة كانت مثيرة للجدال هذه الأهداف ومحل صراع وتجاذبات ونزاع. كل مدرسة فلسفية تقترح أهداف للعملية التربوية، وهذه الأهداف تتعارض مع مقترحات المرجعية الفلسفية الأخرى. وعلى هذا فإن المرء يواجه نظريات معيارية للفكر والسلوك وأهداف التعليم مستوحاة من دراسة واسعة النطاق لنظرية المعرفة والمنطق والجماليات والأخلاق، فضلا عن نظرية الاجتماعية والنسوية ومجموعة أخرى من المذاهب. وفي هذا النمط من الفلسفة التعلمية يتم اقتراح أهداف فروع مختلفة من الدراسة الفلسفية باعتبارها غايات للتعليم، ويتم توضيح أهمية السعي إلى تحقيق هذه الغايات بالإشارة إلى فروع الدراسة هذه. إن الشكل الثاني من الفلسفة التربوية ينبع من الحجج والنظريات الموضوعية في الأخلاق والفلسفة الاجتماعية والسياسية وفلسفة القانون، ويهتم بأهداف التعليم وقبول الوسائل المختلفة لتحقيقها، ويدور حول الحجج المتعلقة بالملائمة الأخلاقية والاجتماعية والسياسية للأهداف والمبادرات والسياسات التعليمية والتقييم الأخلاقي لأساليب التعليم وظروفه وتأثيراته. قد هيمنت مخاوف بشأن حقوق الأطفال وحريتهم والمساواة والعدالة التعلمية والتعليم الأخلاقي والسياسي وقضايا السلطة والسيطرة والأخلاق المهنية على المناقشات الأخيرة. كما سعت فلسفة التعليم إلى توجيه الممارسة التعلمية من خلال فحص قضايا وافتراضاتها حول بنية مجلات المعرفة الخاصة بها والمحددة وعقول المتعلمين والمعلمين، يعني وحول التعلم والتنمية والدافعية والاكتساب المعرفة والفهم، استثمار ما يتم تعلمه. لقد اطلعت فلسفة العلوم والرياضيات على تصميم المناهج وطرق التدريس والتقييم في تدريس العلوم والرياضيات، وتسند فلسفة العقل، فلسفة الذهن واللغة وعلم النفس وفلسفة العلوم العرفانية إلى أسس فهمنا لكيفية حدوث التعلم، وبالتالي كيف يمكن للتدريس أن يعززه على وجه أفضل أو على أفضل وجه. نبدأ أولا في النقطة الأولى: تاريخ فلسفة التربية. يمكن اعتبار فلسفة التربية فرعا من فروع الفلسفة العملية التي تهدف في نهاية المطاف إلى توجيه جانب مهم من الشؤون الإنسانية، وبالتالي تنشأ أسئلتها بشكل مباشر إلى حد ما من سمات الممارسة التربوية ودور التعليم في تعزيز الرفاهة الفردية والاجتماعية.
مهما كانت إجاباتها مشروطة بالظروف الفلسفية والتاريخية الأوسع التي يتم طرحها فيها. لقد اهتم الفلاسفة بما ينبغي أن تكون عليه أهداف التعليم، ومن خلال أي شكل من التعليم والاستقصاء والممارسة يمكن تحقيق هذه الأهداف. وهذا يتطلب الانتباه إلى محتويات التعليم ومن سيكون له السلطة عليه، ويتطلب الانتباه إلى طبيعة التعليم نفسه وأبعادها المعرفية وما يستتبعه اعتماد على اللغة وطبيعة التعلم والتطور البشري والأخلاقي والفكري وكيف تترابط كل هذه بتلك. وبالتالي تقف فلسفة التربية عند تقاطع الفلسفة الأخلاقية والسياسية ونظرية المعرفة وفلسفة العقل واللغة، كما تؤثر على أسس الممارسة التعلمية. قد بدأت فلسفة التعليم في العصور القديمة، خاصة الكلاسيكية، العصور الكلاسيكية، بالتحديات التي فرضها سقراط على المطالبات التعلمية الفلسفيين. قد طور أفلاطون وأرسطو نظريات منهجية للتعليم، على الأقل يعني على مستوى فكري منهجي، تسترشد بأخلاقيات العدل وضبط النفس وبهدف تعزيز الانسجام الاجتماعي وسعادة أو رفاهة كل المواطنين. لقد طرد يعني أحفاد سقراط والرواقيون من روما، وأعطي النموذج الخطابي للتعليم العالي الموافقة الرسمية. لكن القديس أغسطين أعاد تأسيس النموذج الفلسفي من خلال توليفة من أفلاطون والمسيحية، وفي فكره التعليمي جمع عناصر النموذجين الخطابي والأفلاطوني معا في رواياته لتدريب التعليم، لتدريب المعلم. لقد ألهم الحروب الدينية التي شقت يعني أوروبا حوض البحر الأبيض المتوسط للإصلاح العديد من المواقف الفلسفية تجاه علاقات الكنيسة والدولة والمدرسة والضمير. قد جادل توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي من أجل تعزيز السلطة يعني الكنسية والمدنية مع السلطة السيادية الكاملة على التعليم. أما جون لوك في كتاب قد اهتم جون لوك ناضل من أجل الحرية والتسامح الديني والتعليم الخاص الهادف إلى الحكم الذاتي وفقا للعقل. وقد كان روسو حريصا يعني على عدم الاكتفاء بالتنمية الذاتية الحرة وممارسة مجموعة كاملة من القدرات البشرية، بل وأيضا على تأسيس يعني حرص على تأسيس دين مدني اقتصر على جوهر المعتقدات المسيحية المشتركة التي اعتقدت شخصية التنوير منذ ديكارت فصاعدا أنها واضحة للعقل الطبيعي، للنور الطبيعي للعقل. لقد تأدى تبني التنوير للعلم والعقل إلى بذل جهود نحو تطوير علوم التعليم والتربية في القرن التاسع عشر. ولكن رد الفعل روسو رومانسي تجاه والدفاع عن الديمقراطية كان أيضا من التأثيرات القوية. في القرن العشرين أنتج دوي جون دوي الفيلسوف الأمريكي البراغماتي توليفة جديدة من موضوعات التنوير مع روسو مستفيدا من هيجل وتجربية ستوارت ميل ونظرية التطور وعلم النفس وجوانب من جوهر وهدف بيداغوجية روسو. إن فلسفة التربية يمكن اعتبارها فرعا من فروع الفلسفة العملية، تهدف في نهاية المطاف إلى توجيه جانب مهم من جوانب الشؤون الإنسانية، وبالتالي إن أسئلتها تنشأ بشكل أو بآخر بشكل مباشر من سمات الممارسة التربوية ودور التربية في تعزيز الرفاهة الفردية والاجتماعية، مهما كانت إجاباتها مشروطة بالظروف السياسية والتاريخية الواسعة التي تطرح فيها. قد اهتم الفلاسفة بأهداف التربية بأي أشكال من التعليم والاستقصاء والممارسة يمكن تحقيق هذه الأهداف، وهذا يتطلب الانتباه إلى محتويات التعليم ومن الذي سيكون له السلطة عليه، كما يتطلب الانتباه إلى طبيعة التعليم نفسه وظروفه وأسلوبه وأبعاده المعرفية وما يستتبعه اعتماده على اللغة وطبيعة التعلم والتطور البشري الأخلاقي والفكري وكيف تترابط كل هذه الأمور. وبالتالي فإن فلسفة التربية تقف عند تقاطع الفلسفة الأخلاقية والسياسية ونظرية المعرفة وفلسفة العقل واللغة، كما تؤثر على أسس الممارسة التربوية.
قد بدأت فلسفة التعليم في العصور القديمة الكلاسيكية مع الخلافات المحيطة بديمقراطية التعليم الابتدائي في أثينا والمطالبات المتنافسة للفلاسفة والسفسطائيين والخطباء بتوفير أفضل تعليم عالي. لقد طور أفلاطون وأرسطو نظرية منهجية للتعليم مسترشدين بأخلاق سقراطية قائمة على الإخلاص للعقل وتطلعات ذات صلة لتعزيز الانسجام الاجتماعي والاستقرار السياسي والتوزيع العادل للفرص للعيش الكريم. لقد طرد أحفاد سقراط الرواقيين من روما وتم منح النموذج الخطابي للتعليم المستمد من سقراط الموافقة الرسمية. لكن أغسطين أعاد تأسيس النموذج الفلسفي من خلال الجمع بين أفلاطون والمسيحية، وفي فكرة التعليم الناضج جمع عناصر النموذجين الخطابي والأفلاطوني معا في روايته للتدريب المعلم المسيحي. لقد ألهمت الحروب الدينية للإصلاح العديد من الموافقة الفلسفية تجاه علاقات الكنيسة بالدولة والمدرسة والضمير. لقد دافع توماس هوبز عن تعزيز السلطة الكنسية والمدنية مع السلطة السيادية الكاملة على التعليم، ودافع جون لوك على التسامح الديني والتعليم الخاص المناسب لإنتاج أشخاص فاضلين ومفيدين ومتحضرين، ودافع روسولس فقط عن التنمية الحرة والممارسة ممارسة مجموعة كاملة من القدرات البشرية، بل وأيضا عن تأسيس دين مدني يقتصر على جوهر المعتقدات المسيحية المشتركة التي اعتقدت شخصية التنوير منذ ديكارت فساعة أنها واضحة للنور الطبيعي للعقل. تحدثت يعني عن الجوانب الأبوية، تحدثت وولستون كرافت عن الجوانب الأبوية للتعليم، فدافعت بثورية كبيرة عن المساواة بين الجنسين ونظام وطني للمدارس النهارية حيث يتم تعليم جميع الأطفال معا. لقد أسفر تبني التنوير للعلم والعقل عن جهود نحو تطوير علم التعليم والتربية في القرن التاسع عشر، ولكن أيضا عن حركات مضادة رومانسية. لقد دفعت الثورة الصناعية والحركات الديمقراطية والاشتراكية المساواتية وظهور التعليم الذي ترعاه الدولة إلى طرح أسئلة جديدة أجاب عليها نيتشه في أواخر القرن التاسع عشر وديويه في أوائل القرن العشرين بطرق مختلفة جذريا. أولا نبدأ بنظرية المعرفة التربوية أو إبستيمولوجيا التربية. لقد كان التفكير الفلسفي في مجال التعليم منشغلا دوما بمسائل المعرفية إلى جانب الاهتمامات بالمسائل الميتافيزيقية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية. ويتعلق السؤال الأكثر أساسي بالأهداف المعرفية للتعليم. ما هي هذه الأهداف ولماذا؟ وتشمل الأهداف المرشح الحقيقي والمعتقد الأخلاقي أو المبرر والمعرفة والفهم وتعزيز الفضاء الفكري. وتعلق السؤال الثاني بدور الشهادة والثقة في التعليم. هل ينبغي للطلاب أن يصدقوا شهادات معلميهم لمجرد أن معلميهم قالوا بذلك؟ وتتضمن المجموعة الثالثة من الأسئلة تلقين: ما هو؟ هل يمكن تجنبه؟ هل هو سيء دائما أم مناسب تربويا في بعض الأحيان؟ وتتضمن المجموعة الرابعة الانفتاح الذهني: هل من الممكن أن نصدق أشياء مع الحفاظ على الانفتاح الذهني بشأنها؟ بعد ذلك نأتي إلى ما يسمى بالتربية الأخلاقية. تناول هذه المداخلة 3 مناهج معاصرة للتعلم والتعليم الأخلاقي، وكلها ترجع جذورها إلى تاريخ الفلسفة. يرى الفريق الأول أن الأطفال ينمون أو يطورون بالمعنى الجسدي كما يتطورون في تصرفاتهم وأحكامهم الأخلاقية، والقضية المركزية هنا أخلاق التعليم، أخلاق التربية. هي ما إذا كان مفهوم التطور قابل للتطبيق خارج موطنه البيولوجي. ويرى الفريق الثاني أن التعلم الأخلاقي ليس عملية طبيعية، بل هو استقراء متعمد للمعايير أو القيم المعتمدة اجتماعيا. وفقا لإحدى نسخ هذا الرأي، لا يكفي أن نجعل الأطفال يتبعون القواعد المنصوص عليها في القواعد الأخلاقية التقليدية، لأنهم يحتاجون إلى تعلم كيفية غربلة هذه القواعد في ضوء المبادئ العقلانية من الدرجة الأولى. وهنا تنشأ المشاكل حول الدافع الأخلاقي، حول ما إذا كانت الأخلاق مرتبطة بالكامل بالقواعد والمبادئ. وبالنسبة للمنظرين آخرين فإن التربية الأخلاقية هي أكثر من مجرد تشكيل رغبات الأطفال وعواطفهم التي تمنحها الطبيعة إلى تصرفات أو فضاء المستقرة على خطوط أرسطو. في حين تركز وجهة نظر المبدأ العقلاني على الفرد المستقل أخلاقيا، فإن هذه النظرة لها جذورها في التقاليد الأخلاقية الجماعية.
على الرغم من اعتقاد أفلاطون بأن المعرفة فقط هي التي يمكن تعليمها، وبالتالي فمن المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن تعليم الخير الأخلاقي على الإطلاق. فإن النظرة الثالثة للتعلم الأخلاقي تؤكد أنه يجب أن يشمل اكتساب المعرفة والفهم المناسبين، وأن يغطي تكوين التصرفات. كل هذا يؤثر على كيفية ظهور التعليم الأخلاقي في المدارس، وعلى دور أخلاق المدرسة والتعلم بالقدوة مساهمة المنهج الدراسي بأكمله. بعد ذلك نأتي إلى بعد يعني دور يعني التربية الأخلاقية، نأتي إلى علم الاجتماع التربية. علم الاجتماع التربية هو فرع من فروع علم الاجتماع الذي يدرس عملية التنشئة الاجتماعية التربوية والمسارات التعلمية ومحدداتها والعلاقات التربوية وخصائص المؤسسات والعاملين في مجالات التعليم. يعتبر إيميل دوركهيم بشكل عام مؤسس علم الاجتماع التعليمي، لأنه أكد أن هدف المدرسة هو إنتاج أفراد اجتماعيين من خلال التعليم الأخلاقي الذي يهدف إلى تدريب فاعلين متكيفين مع ظروف اجتماعية معينة، وأفراد مستقلين مواطنين قادرين على الارتقاء نحو ثقافة المجتمع العظيم. وفي الواقع ساهم علم الاجتماع هذا في بناء مدرسة الجمهورية المسؤولة عن ضمان تكوين الوعي الوطني والمشاركة الديمقراطية والأخلاق العالمية والعلمانية. كان على مدرسة الجمهورية أن تضع نفسها في خدمة العقل واندماج الأفراد في المجتمع. إن نطاق المهام الموكلة للمدرسة جعلها منظمة مركزية مسؤولة عن تأسيس المجتمع الجديد الذي تشكل في القرن التاسع عشر، وتجسيد المثل الثوري أكثر من أي مؤسسة أخرى جسدت المدرسة الجمهورية. بعد ذلك كرس علم اجتماع التعليم نفسه لدراسة وتفسير المسافة والتورات التي يمكن أن توجد بين هذا النموذج وواقع ممارسة المدرسة وأدائه. ولهذا السبب أصبحت مسألة عدم المساواة في التعليم محورية. قد تم بناء علم الاجتماع التعليمي تدريجيا حول تقاليد نظرية مختلفة، ولكن قبل كل شيء حول المشكلات التي تتطور وتتحول من خلال تغيرات في المدرسة والثقافة والمجتمع. إن عدم تكافؤ الفرص والصعوبات التي يواجهها نظام التعليم الجماهيري ألهمت إلى حد كبير الإنتاج الاجتماعي في مجال التعليم. بعد ذلك نأتي إلى العنصر حول البيداغوجيا، من حيث هي علم أصول التدريس. البيداغوجيا أو علم أصول التدريس متأتي من اليونانية بيداغوجيا، وتعني توجيه أو تعليم الأطفال، وهو فن التدريس يصلح المصطلح بين أساليب التدريس والممارسات اللازمة لنقل المعرفة والدراية يعني ومهارات التعامل مع الآخرين. المواقف، معرفة ما هي علوم. نعم. الاستراتيجيات المستخدمة في التدريس هي التفاعل المحدد بين المعلم والطلاب، والمحتوى التعليمي المستخدم، والأهداف المشتركة للمتعلم والمعلم، وكيفية تقديم المحتوى للمتعلم. كما تصف البيداغوجيا أو علم أصول التدريس في التدريس العملية المدروسة بعناية التي يستخدمها المعلم لتعليم طلابه مع مراعاة التعلق السابق وسياق الفصل الدراسي والأهداف النهائية والمزيد منها. ويمكن أن يؤدي وجود طرق تدريس مدروسة جيدا إلى تحسين جودة التدريس والطريقة التي يتعلم بها الطلاب، مما يساعدهم على اكتساب فهم أعمق للمواد التأسيسية. إن إدراك لكيفية التدريس يمكن أن يساعد على فهم أفضل لكيفية مساعدة الطلاب على تعميق تعلمهم، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على تصورات الطلاب، مما يؤدي إلى بيئات التعلم التعاوني يساعد المنهج المناسب الطلاب على تجاوز أشكال التفكير البسيطة كما هو محدد في هرم تصنيف بلوم، مثل الحفاظ والفهم الأساسيين إلى عملية التعلم المعقدة مثل التحليل والتقييم والإبداع. كما يمكن للطلاب الاستفادة من أساليب التعلم المفضلة لديهم من خلال عملية التدريس التي تدعمهم والطريقة التي يرغبون في التعلم بها. كما تدرك مدرسة الجامعة أهميتها بناء كل مدرسة لمشروعها التربوي، ويجب أن يتوافق هذا الإبداع والتنوع التعليمي مع مبادئ التربوية التي تقوم عليها مدرسة الجامعة. الآن نأتي إلى الأصوات الرئيسية في فلسفة التعليم. يمكن تتبع فلسفة التعليم إلى اليونان القديمة، حيث قدم الفلاسفة الأول مثل أفلاطون وسقراط أفكارا حول التعليم وتأثيره الكبير على المجتمع. في القرون التي تلت ذلك تطورت الأفكار والفلسفات التعلمية بمدخلات من مجموعة متنوعة من الفلاسفة والمربين. بعض هؤلاء الأفراد هم جون جاك روسو. بدلا من التركيز على التقنيات العملية لمشاركة المعرفة، اعتقد الفيلسوف
جنيف روسو أن التعليم يجب أن يطور شخصيات المتعلمين والتعليم الأخلاقي، وساعد في تمهيد طريق لظهور يعني الفلسفة الكانتية. لقد اعتقد الفيلسوف الألماني كانت أن التعليم ضروري تماما، يعني من الأمور التي لا بد منها، قائلا لا يمكن الإنسان أن يصبح إنسان إلا من خلال التعليم، إنه لا شيء إلا ما يجعله التعليم. أما البراغماتية مع جون دوي فهي تؤكد أن التعليم يجب أن يعلم المتعلمين المعرفة والمهارات العملية للحياة، ويعتقد البراغماتيون أيضا أن التعليم يجب أن يشجع الطلاب على النمو ليصبح أشخاصا أفضل. في هذا الإطار طرح الفيلسوف الأمريكي دوي فكرة أن التفاعلات الاجتماعية تدفع التعليم الفعال، وأن المدارس يجب أن تكون مؤسسات اجتماعية. في الآونة الأخيرة دفع الفيلسوف الأمريكي هارفي سيجل إلى تطوير مهارات التفكير النقدي كمكون أساسي للتعليم. فما هي الأهداف الفلسفات التعلمية؟ ما هي أهدافها البيداغوجية والاجتماعية؟ قد تختلف السياسات التعلمية، ولكن تهدف عادة إلى مساعدة في تطوير المناهج وتقنيات التدريس التي تساعد المتعلمين على اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في العالم الحقيقي. يمكن أيضا استخدام هذه الفلسفات لدعم أصحاب المصلحة المهمين في التعليم، مثل صناع السياسات التعلمية ودعاة التعليم ورافعي المستوى. يتم الترويج لفلسفة التعليم من خلال جمعية الفلسفة، فلسفة التعليم التي تدير مجلة فلسفة التعليم. إن فلسفة التعليم هي فرع الفلسفة المعني بالتعليم. من ناحية أخرى غالبا ما يتم تطوير الفلسفة التعلمية داخل مؤسسة تعليمية أو منظمة لتوضيح المعتقدات والقيم التعلمية الأساسية للهيئة، بالإضافة إلى الوحدات الأساسية في المجالات الأساسية للنظرية والممارسة التعلمية، مثل تقنيات التعلم والتربية النقدية والتفكير النقدي. ستتولى أيضا وحدة تغطي النظرية والفلسفة في التعليم، ستمكن هذه الوحدة من إجراء تحليل نقدي ومنهجي للروابط الموجودة والقائمة، الروابط القائمة بين دراسة الفلسفة والبحث والتعليم والممارسة الأكاديمية. ستقيم بشكل نقدي المناهج الفلسفية والتربوية والنظريات الذاتية التي تؤثر حاليا على التعليم في السياق الاجتماع الذي تتنزل فيه. هناك ستفكر السياق الاجتماعي والتربوي، ستفكر أيضا بشكل نقدي في القيم التعلمية الخاصة والعامة، وكيف تعمل هذه القيم كنقطة مرجعية للممارسات الخاصة. بعد ذلك أن أساس هذه الوحدة هو الحاجة إلى التفكير النقدي. في دور الفلسفة الشخصية في ممارسة التعلم، في ممارسة التعليم، في ممارسة يعني في ممارسة التعلمية القائمة على الأدلة والبحث العلمي والتعلم المهني. خاتمة خلاص القول أن فلسفة التعليم هي فرع من فروع الفلسفة التي تدرس طبيعة وأهداف التعليم من منظور نظري ومن منظور عملي. إنها أيضا أحد الفروع التطبيقية أو العملية للفلسفة، وهي مخصصة لاستكشاف أهداف التعليم وأساليبه ومبادئه وأشكاله ومعناه. تشمل مجال الفحص المشترك في فلسفة التعليم ما يلي: أولا مواقف وقيم ومعتقدات الأفراد والمؤسسات، وكيف تؤثر هذه على فلسفة التدريس أو التعلم لدى الفرد في البيئات التعلمية، سواء من حيث المناهج الأساسية أو ضمنية. وتقوم بتحليل المناهج التربوية المختلفة في التعليم، وتهتم بتحديد طبيعة المعرفة والعلاقات بين الطلاب والمعلمين والآخرين، وتستكشف حالة التعليم في سياقات ومواقف مختلفة. كما تدرس القضايا التي تتعلق بالسياسات والممارسات التعلمية العملية. على سبيل المثال قد تركز المناقشات حول مواضيع مثل الاختبارات والتقييمات الموحدة وتمويل المدارس والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على النتائج التعلمية. لذلك تتقاطع فلسفة التعليم مع مجالات دراسية مثل التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع، فضلا عن مجالات أخرى من الفلسفة مثل نظرية المعرفة والميتافيزيقا والأخلاق والفلسفة السياسية وفلسفة العلم وفلسفة العقل. فما هي الفلسفات الرئيسية
للتعليم. هناك العديد من المجالات داخل فلسفة التعليم، على الرغم من أن جميعها تقع عادة في واحد من ثلاث معسكرات أو تقاليد فلسفية: فلسفات تركز على الطالب، وفلسفات تركز على المعلم، وفلسفات تركز على المجتمع. يمكن أن نذكر في البداية المدرسة الأساسية التعلمية التي تركز على ما يعتقده أنصارها أنه المهارات والمواد الأساسية التي يجب أن يتعلمها جميع الأطفال الصغار كمعيار في سنوات تكوينهم، على الرغم من وجود أمثلة أيضا على النظرية الجوهرية في المدارس الثانوية أو النظرية التعلمية الأساسية والتعليم العالي. تختلف تعريفات الجوهرية اعتمادا على الثقافة، ولكنها تشمل عادة تعزيز مهارات القراءة والكتاب والرياضيات، وتعتمد التعلمية الأساسية على نقل المعرفة من المعلم إلى الطالب، وتعتبر منهجا تقليديا للتعليم والتعلم. بعد ذلك تأتي الديمومة أو التعلمية الدائمة التي تروج لفكرة مفاده أن التلاميذ يجب أن يطوروا المعرفة والمهارات التي ستكون ذات صلة وأهمية دائمة داخل المجتمع، مع التركيز على المبادئ وليس الحقائق، والتنمية الشخصية بدلا من المهارات الأساسية. ثم تظهر تعلمية تقدمية، والمعروفة أيضا باسم الإطالة، وهي نقيض التعلمية الأساسية، مع تركيز على التعلم الاستكشافي والتجريبي. يتم دعم المتعلمين في تطوير مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي، بالإضافة إلى مهارات الاجتماعية. التعلم عادة ما يكون تعاونيا ويركز على المسؤولية الاجتماعية والخدمة المجتمعية والتعلم مدى الحياة. علاوة على ذلك هناك نظرية إعادة البناء الاجتماعي التي تركز في التعليم بشكل أساسي على المشاكل الاجتماعية مثل تغير المناخ والعنصرية والفقر والعنف، وتعليم الأطفال حتى يتمكنوا من معالجة وحل هذه المشاكل. تشمل المجالات ذات أولوية لتنمية المتعلمين مهارات حل المشكلات والوعي بالعدالة الاجتماعية والتعليم. أما التعلمية الوجودية فهي تعزز التعلم الموجه للطالب، حيث يركز المتعلمون على مجالات الدراسة التي تنمي شعورهم بالذات بشكل أفضل، شخصيتهم ومعتقداتهم، بالإضافة إلى معناهم وهدفهم وفهم الحياة نفسها. وقد بقيت هذه العقيدة وضعية تعلمية، وهي فلسفة تركز على المعلم وتؤكد أن المعرفة هي الحقيقة المطلقة، وأن الطلاب يمكنهم تعلم هذه المعرفة من خلال أساليب تعلمية مناسبة يقودها المعلم. أما البنائية التعلمية فهي ترفض فكرة أن المتعلمين يمتصون المعرفة بشكل سلبي، وبدل من ذلك تؤكد أن الطلاب يبنون المعرفة والمهارات بناء على تجاربهم والمعلومات التي يتلقونها ويعالجونها. في حين تدرس السلوكية التعلمية المعروفة أيضا باسم نظرية التعلم السلوكي كيفية تعلم الناس، وتؤكد أن كل سلوك يتم تعلمه من خلال التفاعلات البيئية. مع وضع هذا في الاعتبار تعتمد التربية السلوكية على التعزيز لتسهيل التعلم. يتلقى المتعلمون ملاحظات مستمرة حول أدائهم من خلال الواجبات المنزلية المصنفة ودرجة الاختبار وما إلى ذلك. في الختام يبرز تنافس بين نزعة محافظة ونزعة إنسانية في التعليم. فإذا كانت النزعة المحافظة تدرس مناهج وطرق التدريس التقليدية، ويتم تشجيع المتعلمين على الاندماج في ثقافة راسخة، ويتم تثبيتهم عن التعبير عن الفردية، من المرجح أيضا أن يكون التعليم الديني جزء من المنهج الدراسي. فإن النزعة الإنسانية التعلمية تبدي أوجه تشابه مع كل من إعادة البناء الاجتماعي والوجودية، وهي فلسفة تعلمية تركز على الطالب وتشجع المتعلمين على تأكيد السيطرة على تعليمهم. يتم دعوة الطلاب لدراسة الموضوع الذي يثير اهتمامهم أكثر، وإعطاء الأولوية للأنشطة التي تشرك كل شيء مع فكرهم ومهاراتهم العملية إلى مشاعرهم ومهاراتهم الاجتماعية. فكيف تدمج التربية الفلسفة في العملية التنموية وتستثمر الفلسفة المجهود التربوي في المشروع المدني الذي يشتغل على عبور الجهل والتخلف والمرض والفقر؟ إذن هذه مداخلتنا حول أضواء على فلسفة التربية والتعليم، مقاربة بيداغوجية. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت رضاكم. إلى اللقاء.